يا أصدقائي الصدوقين، هذا الفيديو ما راح يكون فيه انتقاد، وحكون حزين جدا للغاية لأن شفى في المستشفى. نعم يا أصدقائي الصدوقين، شفى في المستشفى وأنا الآن حزين. وأنا ما تكلمت قبل هذه المرة عن قناة شفى، لكن قلت هذه المرة لازم أتكلم لأن شفى في المستشفى للمرة الخامسة. شفى تدخل المستشفى للمرة الخامسة خلال شهر واحد. شفى تروح للمستشفى 5 مرات. يلا شفى روح المستشفى. شفى روح المستشفى، شطورة الله يرضى عليك. يلا روح المستشفى، ادعوا لنا حبايبي. فقناة شفى ايش فيكم 5 فيديوهات في شهر واحد في المستشفى؟ مراحل عملية شفى في المستشفى، مؤثر. شو صار بعد عملية شفى؟ مفاجأة شفى بحفلة بعد خروجها من المستشفى. أول طلعة لشفى بعد العملية، جربت الكرسي المتحرك. أخيرا طلعت الجبيرة، صرت أمشي. ايش ده الثمنيل التعبان؟ تخيل يا صديقي صدوق كل التعب اللي انا اتعبها على الثمنيل. الان بنزل لكم ثمنيل، بحط لك رجلي في الشاشه كيف تدخل للمقطع. انت ايش الشيء اللي يدفعك تدخل للمقطع؟ هذه السلسله الطويله الكبيره العريضه عن المستشفى. شفى في المستشفى، ايش تتوقعون صار؟ يا اصدقائي الصدوقين، ايش السالفه؟ يعني اهل شفى عندهم اشتراك مجاني في المستشفى. يعني يا أصدقائي الصدوقين، أهل شفى والناس القائمين على قناة شفى كذا لما ما يلاقوا محتوى ينزلوا لك مقطع، يعني يشوفوا الناس كيف تفاعلت مع ذا المقطع بينزلوا لك سلسلة كاملة عن ذا المقطع. احنا ولا مرة جبروني على التصوير، انا اصلا احب التصوير. ما تصدقون اي اشاعة ولا اشاعة، هاي كلهم كذابين. أنا عمري ما تكلمت عن قناة شفى، لكن هذه المرة لأن شفى ردت على الناس اللي تكلموا عنها وقالوا إنه أهلها يجبرونها أنها تصور، هي ردت عليهم، فقلت لازم أنا أرد وأتكلم. لازم انقل انا بشكلك. انت من شايف مقاطعه؟ يا أصدقائي الصدوقين، للناس اللي ما تعرف شفى، لا هي شفى معروفة، فأنا دائما بقول لكم ذا الكلام عشان بسوي فيها أبو العريف. انتي خطيرة على المجتمع بشكل عام. شفى عندها أكبر قناة في الوطن العربي، وعندها ثاني أكبر قناة في الوطن العربي. يعني قناتها الثانية، الأولى في الوطن العربي تقريبا 37 مليون مشترك، وقناتها الأولى الأساسية الثانية على الوطن العربي فيها 36 مليون و500 ألف مشترك. وذلك يعني أنها لاصت ورب الكعبة. يعني يا أصدقائي الصدوقين، قناة شفى إن كانت الأولى ولا الثانية هي قناة خاصة بالأطفال. يعني من المفترض أن المقاطع اللي تشوفها في قناة شفى للأطفال، لكن لا الأطفال ولا الكبار فاهمين إيش السالفة، ولا حتى أنا فاهم إيش السالفة. والله مقاطع غريبة. شوف مثلا ذا المقطع. واو يا وايد حلو، واو شكرا لله. نعم يا صديقي صدوق، ما تستغرب، هذا المحتوى هو محتوى قناة شفى. يعني هو من المفترض انه يكون قناة اطفال. يعني شفى دخلت للحفلة وجت لك غوريلتين، غوريلا سوداء وغوريلا زهرية، قعدوا يتعاركوا على الباب. ايش السالفة؟ والله مش داري، لا انا فهمت ولا حتى الاطفال فهموا ايش السالفة. الغوريلات قاعدة تتعارك على الباب، يعني شنو؟ يعني مو حلو. ما فهمت ايش السالفة ولا عايز افهم ايش السالفة. لكن يا اصدقائي الصدوقين، اول مرة بشوف مقاطع لشفى، خلونا نشوف ايش يصير مع هذه الغوريلات. آسف يا أصدقائي الصدوقين، أنا ما أقدر أتفرج أكثر من كذا على هذا المقطع لأني ما فهمت ولا راح أفهم إيش اللي قاعد يسوونه هذه الغوريلات. لكن باختصار هذا محتوى قناة شفى، هذا اللي شفتوه الغوريلات هذا محتوى قناة شفى. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ غير ذي المقاطع الغبية اللي مش فاهمين ايش سالفة ذي المقاطع. يعني في الايام العادية القائمين على قناة شفى دائما بيصوروها في حياتها، مرات تروح للمستشفى، بتروح 5 مرات في شهر واحد للمستشفى، بيصوروا حياة شفى. دائما بيصوروا ذي البنت ان كانت هي عايزة تصور ولا مش عايزة تصور، هم دائما بيصوروها. ايش دخلك؟ ايش دخلك انت؟
في الفترة الماضية واخر مقطع نزلتها قناة شفا كان عن المستشفى، قالوا شفا في المستشفى، ما توقعتوا ايش اللي صار. فانا قلت لازم اشوف ايش صاير مع شفا ولازم اشوف ايش كانت تسوي في المستشفى، لكن للاسف لما دخلت ذا المقطع شفت لك سلسلة كاملة في المستشفى. خلونا نشوف اخر مقطع نزلتها عن المستشفى ونرجع نتكلم في ذا الموضوع. اليوم مسكينة شبه تعبانة، شوفوا أنفها كيف محمد. سلامة الشفا سلامة. ايش السالفة يعني؟ بنت قاعدة كذا مريضة تعبانة يعني كل شوية تسوي لك كذا ايش تصور يعني؟ شوفي كيوت، ايش الكيوت في الموضوع؟ الناس اللي قاعدة تتفرج ايش يشوفوا فيه؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ تعبانة حبيبتي سلامتك شو صوتك متغير. تعبانة شبه خلت السرير، خلت الزحلقة سرير يا حبيبتي يا قلبي. يا ساتر ايش السالفة يعني؟ لازم تصوري كل ثانية من رحلة المستشفى؟ يعني ما اطول هذه المقاطع في قناة شفا؟ مستغلين الموضوع صح، بيطولوا لك المقاطع في رحلة المستشفى، لازم يسموا المقاطع فلنذهب في رحلة الى المستشفى. ولا أسوأ من ذا المقطع اللي قبله اللي كان فيه عملية وكذا، أنا برفع قضية على اليوتيوب. كيف يوتيوب يسمح بذي المناظر في قناة أطفال؟ أنا بتكلم كلمتين يعني حتى وجهي مش مطلعة في الشاشة كذا، بس أتكلم يضربوني مخالفات وقناتي تبطل تصير مشهورة. شفا تطلع رجلها وعملية وأشياء. شو الجرح مال شفا؟ اوكي لا تبكي شفا لا تبكي. يعني لو غضينا النظر عن يوتيوب وسمح لكم بذي المقاطع، يا أيها القائمين على قناة شفا كيف نفسكم تزوغ لكم وتسمح لكم تصوروا ذي الأشياء يقرف شكلكم يا زلمة؟ ذي قناة أطفال يعني كيف تشوفوا الأطفال ذي الأشياء؟ يا أخي يصوروا ذي البنت كيف ما كانت، يعني حتى لو كانت مش صاحية نايمة، حتى لو كانت إيش فيها بيصوروها. شوفوا مثلا شفا حبيبتي كيف كانت العملية؟ عورتش العملية؟ شفتوا يا أصدقائي الصدوقين؟ زي ما قلت لكم مش فارقة معاهم شفا راضية على المقطع ينزل ولا مش راضية ينزل، بيصوروها حتى لو تكون غايبة عن الوعي بالصحة. هذه شفا الآن تحت تأثير البنج، لو تكلمت كلمة لو سوت شيء مش كويس بكرة بس تكبر تلاقي ذا المقطع على يوتيوب. ايش فيكم انتوا يا أخي؟ الشيء اللي دفعني اسوي ذا المقطع يا اصدقائي الصدوقين انها وصلت معاهم انهم خلوا شفا هي نفسها ترد على الناس اللي قاعده تتكلم عن قناتها ويقولوا ان اهلها جابرينها انها تصور. خبر كذب، اهلي ولا مرة جبروني على التصوير، انا اصلا احب التصوير. ما تصدقون اي اشاعة ولا اشاعة، هذول كلهم كذابين حسودين موفرين لي كل شيء. اعطوني تليفون، اعطوني ايباد، اعطوني كمبيوتر، اشتروا لي غرفة نوم، اشتروا لي كل شيء الحمد لله. انا مصدق الموضوع ومصدق ان شفا مش حافظة ذا الكلام حفظ وكذا قاعدة تردده مثل البغبغاء. بكون صريح معاكم يا اصدقائي الصدوقين، ماني مصدق ان في طفل متمني ان حياته كلها تصوير. يعني عادي تلاقي طفل كذا يحب يتصور ينزل مقاطع، مو كل حياته، وفي اشياء يعني يكون في المستشفى يكون تحت تأثير البنج وكذا، هذه مقاطع لازم ما تتصور. لازم القائمين على قناة شفا يفكروا في المستقبل ايش تسوي ذي المقاطع لشفا او للاطفال اللي قاعدين يشوفون شفا. بس هذا كان مقطعنا اللطيف الخفيف النظيف، اتمنى يكون نال اعجابكم واستمتعتم. ما ننسى لايك عن اخلاقك البريئة، كومنت خفيف نظيف، اشترك، انضم للقبيلة. هذا انستغرامي، تابعني هناك ودمتم بخير.